النهارده بقى يا جماعه جه اليوم اللي انا ارد لمحمد جزء كده يعني بسيط من اللي هو بيعمله معانا. النهارده المفروض يعني اللي انا هعمله عيد ميلاد كده صغنون تمام، ان شاء الله يبقى حلو وعامله في مكان كده حلو. عشان كده اتاخرت اصلا وقت ما جهزت المفاجاه اللي انا عايزه اجهزها، فالوقت اتاخر شويه كام يوم يعني فات يومين على عيد ميلاده، بس عادي جدا يعني ما فيهاش اي مشكله. المهم العيد ميلاده يتعمل بطريقه حلوه بطريقه مميزه وهو يحبه، واجيب له هديه يعني ايه، فاهمين انتوا؟ هديه برضو هديه بالنسبه لي برضو مش صغيره، فاهميني؟ بالنسبه لي انا مش صغيره. عامه انتوا هتشوفوا الهديه زيكم زي محمد عادي، اللي هي هتتفتح قدامنا كلنا عادي جدا. فعايزه اقول لمحمد كل سنه وهو طيب، يا رب يفضل طول العمر يبقى جنبنا يا رب، ولا يحرمني منه ولا هو ولا ترين، ربنا يا رب يخليهم ليا. وبجد يا جماعه ان شاء الله اليوم يبقى حلو ويبقى جميل. وعايزه اقول لكم بقى صباح الخير، ونزلوا صبحوا عليا في التعليقات عشان بصوا النوم ما شاء الله. يعني ترين يا عيني برضو كانت تعبانه، مش كانت تعبانه، هي لسه تعبانه وبتاخد مضاد حيوي. مش فاهمه يعني طفل صغير كده تاخد مضاد حيوي. الحمد لله يعني طلع عندها حاجات بسيطه، عندها التهاب في الاذن والتهاب في الحنجره، فالحمد لله يعني. بس النهارده يا جماعه النهارده هيبقى يوم مميز، فخليكم معانا كده بقى طول الخط. دلوقتي يا جماعه الفيديو ده برعايتي انا، حطوا لايك واشتركوا في القناه ووصلوا الفيديو ده 50,000 لايك. كنت عايزه اقول حاجه تانية مهمه، انا بس عشان خاطر لسه صاحيه فالكلام كله طاير من دماغي بجد. ويا جماعه انا بتكلم بهدوء ليه؟ عشان خاطر انا لما اجي بتحمس وشي اكني ما خفتش. اتكلم بهدوء مش بتحمس بقى والكلام اللي انا كنت بعمله ده. والله يا جماعه انا اليوم ده بحبه وبستناه من السنه للسنه. انا النهارده عارف ان النهارده عيد ميلادي وكل سنه وانا طيب، بس انا مش جايبه لك هديه. الاء عامله ايه؟ انت هديتي. انا مش جايبه لك هديه عشان انا هديتك انا وتريم. الاء هديتي وانا مش عايز اي هديه، بس عايز اقول كلمتين دلوقتي بمناسبه عيد ميلادي، واقول لنفسي كل سنه وانا طيب. وكلكم دلوقتي في التعليقات مكسرين الدنيا في التعليقات وبتقولوا كل سنه وانت طيب يا محمد. انا تميت النهارده يا جماعه ال 34 سنه بذمكم يا جماعه، ده باين علينا 34 سنه. الله اكبر عليك، ايه القشطه دي؟ ايه الحلاوه دي؟ الله اكبر عليك يا محمد. المهم دلوقتي بقى لا ثواني اقول حاجه بس، اقول حاجه واحده. يا جماعه بسم الله ما شاء الله، الله اكبر عليك يا محمد، الله اكبر عليك. محمد باين عليه 43 34. انا اصلا مش مصدقه، انا ذات نفسي مراتك مش مصدقه. عايزين كلمتين كل اللي بيتفرج عليها دلوقتي، احنا عايزين نوصل للمليون عشان هعمل لكم مفاجاه كبيره جدا. انا حاسه مش باينه اصلا. اول ما هنوصل للمليون ان شاء الله باذن الله هتعجبكم جدا، وهتبقى مفاجاه خاصه بيكم انتم ولكم انتم عشان تبقوا عارفين. فانا عايز دلوقتي كل اللي بيحبني دلوقتي يقول لي كل سنه وانت طيب، ويحط اللايك دوت ويقول اللايك ده لمحمد كل سنه وانت طيب، وتوصلوا الفيديو ده ل 100,000 لايك. وعايزين نعرف الاء عامله ايه النهارده. مش حاجه خالص، هنعرف مع بعضينا. انا مش جايبه لك هديه اصلا يا ست، ما انا قلت لك مش عايز هدايا، انت هديتي. اول عيد ميلاد ليا ده يا جماعه، ومعانا الانسه تالين محمد جابر. هتقول لي كل سنه وانت طيب، انت بقى اللي عايز منك هديه. انا مش هسيبك الا ما اخد منك هديه، عشان في عيد ميلادك هجيب لك هديه. قولوا لها يا جماعه الف سلامه عليك، عشان بصوا هي تعبانه خالص وكانت سخنه ومسهمه. كانت سخنه دي، والسخنيه بتروح وتيجي تروح وتيجي تروح وتيجي، هي خدت دور برد جامد. توته هتجيب لي هديه جميله. تركبي قدام ولا ورا يا الاء؟ انا عايزه اركب قدام انا وهي. انا نفسي اركب قدام. مش عارفه تركب قدام من يوم ما العربيه جت. انا جبت لها الكرسيد وهي برده مش عارفه تركب قدام. عادي يا بكره تكبر وتفهم ونقول لها اقعدي ورا يا حبيبتي. هي تعمل ايه؟ عايزه براحتها. تالين تعمل اللي هي عايزاه طبعا. انت بصي يا تالين، اقعدي وبرطعي ومددي واعملي اللي انت عايزاه ورا. انا كده بدات افهم، وعايز اقول لك الله ينور المكان جامد بامانه بجد. الجواب بيبان، ما دخلناش جوه. الجواب بيبان من عنوانه يا جماعه. عايز اقول لكم المكان تحفه. لا ان شاء الله يا محمد هتنبسط. الطرحه يا جماعه مطلعه من الغساله، متخيلين؟ مطلعه من الغساله. والله يعني واخده الحته على الحبل بجد. طب استري على نفسك. انا مش بتعامل معاهم اللي هم ناس غريبه، انا بتعامل على طبيعتي. ما تفتحش عينك خالص. مش هفتحها، بس انا متاكد ان انت عامله عظمه، اقسم بالله. انا قبل اي حاجه وقبل ما افتح عينيا انا ما كنتش مستني ان انت تعملي حاجه. هقول كلمتين دلوقتي قدام الناس قبل ما افتح عينيا. من قبل ما افتح ومن قبل ما اشوف، انا باثق جدا جدا في ذوق الاء، والاء شاطره جدا، والاء ذوقها حلو جدا. يعني انا مجرد ما بشوفها بتضحك دلوقتي كده انا حاسس فيها انها مبتسمه. والله العظيم ما شايف، بس انا بحس بيها. كلمتين حلوين اهو. افتح بقى، عايزه اتفرج. طب ماشي، تطلع قدام شويه. ما تخافش. بص يا محمد، مش انا من شويه كنت بقول لكم يا جماعه حطوا اللايك عشان عيد ميلادي. حطوا اللايك وقولوا الاء تسلم ايدك يا الاء قبل ما نشوف اي حاجه. بص يا محمد، تفتح عينك وتبص على المكان كله. والله عجبني من قبل ما افتح. فتح عينك تاكل ملبن ولا غمض عينك تاكل ملبن؟
يا نهار ابيض يا جدعان، انا كنت متخيل انه حاجه جامده بس ما كنتش متخيل انه جامد قوي كده. كل سنه وانت طيب يا حبيبي. وانت طيبه. ايه كل سنه ده؟ وانت طيب. انتوا شفتوا المنظر بره عامل ازاي وجوه عامل ازاي؟ ان شاء الله ان شاء الله اليوم يعجبك باذن الله. لا احنا كده لسه ما خلصناش. ده يا جماعه احسن عيد ميلادي اتعمل لي في ال 34 سنه، اقسم بالله جامد جدا والديكوريشن تحفه. بص كده دي حاجه بسيطه. هو لسه في حاجه تاني جوه؟ تعال. السلام عليكم. مرحبا. السلام عليكم. من وين؟ من سوريا. احلى تحيه. احلى تحيه لاخواتنا. ده انا عامله رضا على الانستجرام. الف مبروك. واحنا بص احنا بجد الف مبروك بجد بجد. كل اللي عايزين. انا عايز اقول لك اقسم بجد بالله انا قعدت اعيط امبارح والله كلنا عيط، فهو فرحه بجد بجد. الف مبروك. ممكن بجد. استنى بس عشان صوتك اللي يطلع. انا بس عايز اقول حاجه دلوقتي. انا بحب اهلي. اول ما قال لي سوريا انا بحب اهلي سوريا أنا عايز جدا. انا بعشقهم. اهل سوريا بيحبكم، نحن شعب بجد. واحد واهل واحد. انا عايز اقول حاجه بالمناسبه ديت. انا عايز اقول لكم يا جماعه شهاده حق، الله يسلمك. الناس دي شاطره جدا الحمد لله. ما شاء الله. احنا لما دخلنا المكان انا انبهرت جدا. المركب بصراحه تحفه بسم الله ما شاء الله. جميله، اختيار الديكوريشن واختيار الاذواق جميل جدا. هم شاطرين فعلا. الله يخليك. اللي هيجي هنا والله هينبسط ان شاء الله. انا عشان انا جديد في الامارات فانا ممكن اتوههم، فانت بعد اذنك هستاذنك تقول لهم المكان. يلا. شركة القرم للعطلات، القرم هوليديز، ونحن موجودين في بحيرة خالد بالمجاز على كورنيش المجاز بالشارقة، وفي يخت تاني طبعا في بحيرة كلبة 0544454519 واتساب وتليفون. واهلا وسهلا فيكم جميعا، بتشرفونا. اطلب بقى طلب. انتوا اهل الكرم، فانا هطلب طلب. انا محتاج بقى حاجه خاصه كده للجمهور بتاعنا احنا. للجمهور؟ تعمل له ديسكاونت، تعمل له خصم. اللي يقول لك ان هو من بنعمل له ان شاء الله. اللي يقول لك ان هو من طرف محمد ولا تعمل له خصم ان شاء الله. احلى خصم واحلى ترتيب للحفلات للمناسبات من طرف محمد والست آلاء. اهلا وسهلا فيكم. الله يخليك. بصوا يا جماعه انا هحط لكم الصفحات بتاعتهم كلهم في الديسكربشن، تخشوا تعملوا فولو على الصفحه وقول لهم بس ان انتوا تبع محمد وآلاء وشوفوا هيعملوا معاكم ايه. غمض عينك. اغمض عيني تاني؟ لا مش لازم بقى عشان ما اقعش مع السلم. راحت المفاجاه. لا والله لسه المفاجاه. المكان جميل والله. فتح عينك. انا مفتح اصلا. بسم الله. استنى بس احسن انا بص بقى المكان ده خطير. تشوف كده البحر الله من فوق. بجد على المنظر وعلى الفيو من فوق وعلى الجو. ايه ده؟ شايف الحلاوه وشايف الجو. انت اتعلمتي ده كله منين يا بنت؟ البنت دي تربيتي وتعليمي. بجد بجد شايف الجو. بص هنا مش عارف اقول ايه يا جماعه والله. ده بجد حرفيا يعني المكان جامد جدا. كل سنه وانت طيبه يا اله. كل سنه وانت طيب يا حبيبي. كل سنه وانت طيبه. المكان جميل قوي يا جماعه والله. هفضل اقول من بص هنا اهم حاجه انت تكون مبسوط. مبسوط جدا. الهديه الثانيه الهديه اللي جاي هو لسه في هدايا؟ هجيبها لك النهارده بالليل. ده لا صرفه ومكلفه بقى. هجيبها لك النهارده بالليل بس عشان خاطر ما ايه؟ تكلفيش نفسك يعني كده ما تكلفيش نفسك عشان انا لو عرفت بعد كده ان انت خدتي حاجه ده لا يا جماعه انا هزعل منك. لا انا يا جماعه ان شاء الله مش هقفل الفيديو ده غير لما اروح اجيب له. يا جماعه قولوا الاله ما تكلفش نفسها عشان انا الحمد لله بفضل الله مش محتاج حاجه عند كل حاجه. اكلف ايه يا ابني؟ ما حاجتي هي حاجتك. انا يا جماعه قولوا الاله في التعليقات يا اله ما تكلفيش نفسك. محمد مش محتاج حاجه. اصلا انا هنزل الفيديو ده احنا هننزل الفيديو ده بعد ما اجيب اصلا حاجه اساسا. يعني ما يقولوش؟ لا ما يقولوش عشان قولوا لها برضه. عايزين ندي احلى تحيه واحلى تشجيع لزيزو. خليك جنبي لو سمحت. صاحبي يا جماعه. اوعى تصاحب انا بس. وعايز اقول لكم اللي سأل على زين ده يبقى مين؟ ده يبقى ابن المستشار اسلام حجازي. طبعا اخويا وحبيبي كلكم عارفينه. سيبك كده سيبك كده. منورانا يا حاجه. الله يبارك لك يا رب. ندي تحيه كبيره للحاجه. رقصوني بقى عشان انا وسطي بياكلني. حبيبه قلبي يا طنط. حبيبه قلبي ربنا يخليك يا طنط. ما حدش بيعرف يزغرط. فين كساحر؟ كان زمانها مقطعه الزغاريد دلوقتي. مش دبلوماسي ولا حب واسي، انا عايزك قاسي مش وائل جسار كبير. هو انا برج يا جماعه. انا مواليد 6/12. انا ما بحبش اعيش الدور ولا كل الدنيا دي ولا مليون. ده حبيب القلب هو واللي ساكن قلبي جوه.
حضرة المايك. المايك معايا، حضرتك مش شايفه؟ سوري عايزه تقولي يا الاء؟ يا جماعه اختكم الاء المصريه، المايك ده غريب. يلا يا محمد غني معايا. اغني اقول ايه؟ يوم ورا يوم حبيبي ما جالي نوم حبيبي انا عمري ما كنت بعيد بعيد عيونك رايبه وياه. محمد الكلمه بتاعتك الشهيره فين التورته؟ عايزين التورته. التورته ايه يا محمد؟ لا مش عارفه تجيبيها. بصي بتعمل كده التورته. لا قولها استنى، لا تاني. الميكروفون هيعلي صوتي قوي. التورته التورته التورته. كل سنه وانت طيب يا محمد، ربنا يخليك ليا وما يحرمنيش منك ابدا. وانت طيبه يا وان شاء الله كده. بس بتتكلمي في المايك ليه؟ ما انا سامعك. ماشي مع بعض على طول. المايك ده حلو بيشد بصراحه، المغنيين لهم حق يمسكوا المايك. قبل اي حاجه يا جماعه انا عايز اشكر الاء دلوقتي على اليوم الجميل دوت، وعلى ان هي افتكرت اصلا يوم عيد ميلادي. ان انت افتكرت يوم عيد ميلادي اصلا دي حاجه بالدنيا كلها. كان وارد وكان ممكن ان هي اصلا ما تفتكرش اليوم وما تهتمش بيه. لا طبعا ازاي يعني؟ انت بتقوله ده وارد يحصل ولا 1%. فان انت تفتكري اليوم دوت وتقولي لي كل سنه وانت طيب وتبقي انت مهتميه بيا بغض النظر عن الحاجات دي كلها، انا دي بوجهها رساله لكل اللي بيتفرج عليا دلوقتي، لان ممكن يبقى اللي بيتفرج عليا ما عندوش استطاعه ان هو يعمل حاجه ديت عشان يفرح مراته او تفرح جوزها. ان انت تهتم وتفتكر وتقول للي قدامك ده كل سنه وانت طيب وتهتم بيه وتفرحه لو بورده، والله يبقى فرحان جدا. كل الحاجات ديت اي نعم هي بتفرح، ولكن الاهتمام هو اصل الموضوع واصل الفرحه. فانا عايز اقول لك كل سنه وانت طيبه، وكل سنه وانا طيب، وكل سنه واحنا مع بعض. كل سنه وانت طيبه، وكل سنه وانا طيب، وكل سنه واحنا مع بعض، وكل سنه وتالين طيبه. وده اول عيد ميلاد لتالين وهي معايا، وعقبال لما نعمل لها عيد ميلاد ونعوضها عن الاسبوع اللي ما اتعملهاش ان شاء الله. هنعملها عيد ميلاد يا جماعه ان شاء الله. ان شاء الله حلو يعني باذن الله من غير مقاطعه، ان شاء الله يكون حلو. فاحنا عايزينكم دلوقتي كلكم يا جماعه تشتركوا في القناه، عشان عايز اقول لكم هتشوفوا اكبر حفله عيد ميلاد ما اتعملتش قبل كده لتالين، ونعوضها فيه باذن الله ان شاء الله. يعني ان شاء الله نعوضها فيه عن الاسبوع اللي ما اتعملش. يلا حالا بالا حي ابو الفساد ويك هيكون عيد ميلاده الليله اسعد الاعياد فليحيى ابو الفساد. بسم الله الرحمن الرحيم. بالهنا والشفا. تسلم ايدك. تسلم بس كده يا جماعه، ونقول لا شكرا. وعقبال بقى ايه، انت كده صعبت الموضوع عليا. يعني انت كده هتخليني لما اجي عيد ميلادي. دي حاجه بسيطه. لا انا بتكلم انا في حاجه لسه ثانيه. الهديه بتاعتك الاساسيه لسه ما جبتهاش. هي كده لما اجي عيد ميلادي يا جماعه انا لازم اعلي عليها، فمش هعرف. محمد واحنا مروحين لسه بتتجهز، المشكله هم اتاخروا عليا. لا انا مش بتكلم في كده، انا بتكلم في انت اللي انت عملتيه ده كله. انا هعلي عليك ازاي في عيد ميلادك كده؟ مش بالتعليه والله، هو بالحب مش بالتعليه. ماشي يا ستي. ولا تعلي عليا ولا اعلي عليك. غلبتني. بص بقى يا محمد، لا ثواني، احنا دلوقتي خلصنا المركب تمام؟ بجد كان هروح في حاجه انا يعني حاجزاها كده على جنب، بس والله هم اللي اتاخروا عليا. اليوم كان جميل جدا وانا انبسطت جدا، وكل سنه وانت طيبه يا الاء، وكل سنه وانت بتفرحيني، وكل سنه وانا بفرحك، وانا انبسطت جدا. طيب يا حبيب قلبي. واليوم جميل جدا. المهم حاجه ان انت انبسطت كل سنه واحنا طيبين. دي عندي بالدنيا، ضحكتك دي عندي بالدنيا كلها والله العظيم انت اللي ضحكتك عندي بالدنيا كلها. ربنا يخليك ليا. خلاص كده يا جماعه، هنشوف بقى نروح ونشوف الاء عامله لي مفاجاه ايه تاني، عشان النهارده يوم المفاجآت العالمي. النهارده عيد ميلاد البطل يا جدعان. انت حطيت اللايك ولا لسه؟ حط اللايك دلوقتي يا جماعه. ده اهم فيديو، يعني اهم فيديو عشان ده فيديو البطل، عيد ميلاد البطل. يعني لازم دلوقتي نحط لايكات كتير. المفروض ان احنا كنا رايحين دلوقتي ان انا اشوف الهديه، بس عايز اقول لكم ده الاء تعبت جدا، واحنا دلوقتي رايحين على المستشفى. يلا يا حاجه انت عايزك والله العظيم شكلك عايزك كروتي عليا الهديه بنتي يا ليه. انت عايز تاكل عليا الهديه. جينا المستشفى يا جماعه اهوت، وان شاء الله باذن الله يعني هتطلع حاجه بسيطه والحمد لله. هو اصلا يا جماعه اصلا في الطبيعي ودنها بتوجعها، ولكن تقريبا من الصوت السماعات وكده الوجع زاد. هنعرف من الدكتور دلوقتي السبب، ربنا يستر ما يكونش الالتهابات زادت، فان شاء الله خير. والله العظيم انا زعلان ان انا يعني بعد الفرحه والهيصه والزنبليطه اللي كنا عاملينها دي ان انا اصور لكم الكلام ده كله، بس طبعا عشان احنا المفروض كنا رايحين نوريكم الهديه ومش هيبقى فيه هديه، فلازم نعرفكم احنا ايه اللي عطلنا بس. فوضعوا الالاء ان ربنا يا رب يكملها على خير بقى، ونخلص من مشوار التعب ده، لان والله هي تعبت فعلا وربنا يعفو عنها. خلاص يا جماعه احنا داخلين على الدكتور اهوت، وان شاء الله باذن الله يطمنا يعني، وهقول لكم يعني قال لنا ايه وهطمنكم برضه. خلاص يا جماعه الدكتور بيكشف عليها دلوقتي. والله العظيم يا جماعه انا انفع دكتور فعلا. انا كانوا عايزين يدخلوني طب بس ما كنتش فاضي. استني يا توته، استني يا توته، استني يا توته. تالين نايمه يا جماعه وعمال ايه تفرج، زهقت مننا ودوخناها وتعبناها.
الدكتور زي ما انا ما قلت يا جماعه، لا لما تكوني في مكان مفتوح او في هواء او كده لازم تلف رقبتك عشان انت عندك التهاب في الاعصاب. فقال لها لازم تلف رقبتك، كتب لها على علاج للالتهابات وكده وعلاج لودنها تحط نقط. هنروح نجيب العلاج دلوقتي ونروح البيت، وانا هروق عليها، انا هعرف اخففها ان شاء الله. وانتوا ادعوا لها يا جماعه كتير عشان هي الالتهابات تعباها جدا جدا جدا، في وجع في ودنها جامد. جبنا شنطه العلاج المحترمه دي يا جماعه، وادعوا لنا بقى ان شاء الله انه يجيب الشفاء. هنروح بقى كده والحمد لله، يعني الحمد لله، واليوم برضو زي العسل واحنا ما الحمد لله. بس يا جماعه كاتب لها كميه علاج رهيبه، والبتاع ده ما اعرفش، قال لها ترش منه على هدومي. ما اعرفش ايه علاقته بالودن ده، يعني اللي يعرف ده ايه علاقته بالودن يقول لي. ده المفروض ان هي ترشه على هدومها. انت عايزه مني ايه يا بت انت يا بت انت عايزه مني ايه؟ بصوا يا جماعه، انا عايز اقول لكم دلوقتي الاء خدت العلاج ونامت. بصوا انا هشيكوا على تريم، ولو يرضي ربنا انتوا قولوا يرضي ربنا. بصوا الساعه كام؟ الساعه 5 الا تلت، خلاص الفجر هيأذن. بامبرز وغيرت لها، رضعه ورضعتها، كل حاجه عملت لها ان هي تنام، مش عايزه تنام. اعمل لها ايه؟ انا مش عارف، انا اقسم بالله هموت وانام. انا من ساعه ما جينا من بره وانا قاعد بيها، انا قلت لا خشي انت ريحي ومالكيش دعوه بتالين وما تعمليش اي حاجه، لان انا عايز اقول لكم ان تالين اصلا لما بتصوت وبتعيط وبتصرخ وكده بتتعب لها ودنها. فانا اخدت تالين منها، تخشي نامي مالكيش دعوه باي حاجه. بتعاقبني بقى تالين، بتعاقبني. انت مش عايزه تنامي ليه؟ انت يا ست انت مش هتنامي؟ يلا يا توته ننام. قولي للناس يلا تصبحوا على خير، عشان انا هدخل انام، عشان انا شاطره ومؤدبه، عشان بابا عايز يرتاح شويه عشان ما يتعبش. فانا هستأذنكم يا جماعه، هقول لكم مع السلامه وهخش انام. يلا يا توته قولي لهم يلا. قرآن شغلته لها جنب مني وعمال اطبطب عليها وعمال اقول لها هو هو هو، هديت لها النور وهديت لها مش عارف اعمل لها ايه تاني. انا والله العظيم ما عارف اعمل لها ايه تاني. تالين يلا ننام. ايه ده؟ عايزه تاكل المايك يا جماعه. انت عايز تاكل المايك؟ خدي حته، خدي حته. عايزه ايه؟ ايه بتغني يا جماعه؟ هتطلع مطربه ايه؟ هتطلع مطربه موهوبه. فبس يا جماعه انا كنت بشهدكم على تالين، ادعوا لي وادعوا لها ان ربنا يهديها وتنام، عشان اقسم بالله انا تعبت وهي مش عايزه تنام. ما اعرفش مسهلله. انا نفسي لحد يقول لي على حل. انا استنى اقول للناس حاجه، نفسي حد يا جماعه يقول لي على حل ينام العيال بسرعه. اقسم بالله عملت لها كل حاجه تتخيلوها في الدنيا كلها، هو وقلت هو، اكل واكلت، بامبرز وغيرت، نور وطفيت. اعمل ايه تاني؟ انا اعمل ايه تاني يا شيخه؟ اعمل ايه؟ هو ده حل حلو برضه، ده اقتراح جميل، انا موافق على الاقتراح ده. انت ايه رايك؟ موافقه؟ ايوه انت موافقه صح. يلا يا جماعه روحوا ناموا انتوا، تصبحوا على خير، وانا اما نشوف اخرتها نشوف هي هتنام امتى. امنيه حياتي دلوقتي ان تالين تنام. نام يا بت، يا بت نامي، يلا نامي. قولي يلا يا بابا تصبح على خير، كل سنه وانت طيب، عيد ميلادك. انا هنام بس مش عايز اكتر من كده، ماشي؟ يلا نامي، يلا ابوس ايدك نامي بقى، والنبي نامي. هنتخاصم، مش هتكلم معاكي تاني، هتبقى قطوعه. مش هتنام يا جماعه، مطبقه هي. انت قاعدين مع بعض، احنا قاعدين مع بعض. الصبح طلع والاستاذه تالين لسه صاحي. انا بجد والله يا تالين مش عارف اقول لك ايه. انا بجد يا تالين بشكرك جدا 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 على الهديه الجميله اللي انت اديتها لي في عيد ميلادي ديت. انا طبعا بسجل لك الفيديو دوت، عايزك تشوفيه كده وانت كبيره، عندك 10 سنين وانت عروسه كبيره كده، وبقول لك شكرا اديتيني الهديه بتاعتي في عيد ميلادي اهوت، ومطلعه عينيا عمال الف بيها حوالين نفسي كده، وبتمنى من ربنا، وكل امنيتي دلوقتي عمال ادعي ان هي تنام. والله بجد كتير كده يا جماعه. خلاص النهار طلع والناس كلها نامت وانا لسه ما نمتش، يعني انا لسه عمال. والنبي نام، ما تنامي بقى ليه؟ هو انت حد مشربك قهوه يا بت؟ يعني بص يا جماعه، انا ما اعرفش مش عايزه تنام ليه. انت حد مشربك قهوه؟ نامي بقى. ده ما اعرفش انت ايه حكايتك مع الكاميرا، عايزه تمسكي الكاميرا. فبس كده يا جماعه، يا رب يكون الفيديو عجبكم، وكل سنه وانتم طيبين، وكل اللي قال لي كل سنه وانت طيب وانت طيب وبخير وبصحه وسلامه يا رب. وشكرا ليكم، وتحطوا اللايك، واللايك دوت هيكون هو هديه عيد ميلادي. عايزين نوصل الفيديو دوت ل 100,000 لايك، ونشوفكم على خير. وادعوا دلوقتي في الكومنتات يا رب يا تالين تنامي يا رب. يلا قول لهم باي يا توته، قول لهم باي، وانا هسمع الكلام وهنام عشان بابا ينام. يلا قولوا لهم باي، وادعوا لآلاء يا جماعه كتير جدا، بالله عليكم ادعوا لنا ربنا يكرمها بقى وتخف.